بس هقول لكم طيب هقول لكم المرأة والسيدة في وجداني ايه، في وجداني انا، وارجو ان الكلام ده يصل لكم. يعني المرأة المصرية او المرأة هي اللي اشتكت لربنا من اجل ابنائها ومن اجل اسرتها. المرأة هي اللي غيرت قانون كان موجود يمكن ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حصل الموضوع ده، انا ما بقولوش غير بطريقه بسيطه خالص، وبتسال النبي عليه الصلاه والسلام بتقول له ان زوجي حلف يمين معين، فهو قال لها يعني انا لا ارى لك شيء، فكانت هو بيشيح بوجهه عنها وهي تجيله من كل اتجاه. انا بقول بس الكل من بيسمعني، هو يقول ما عنديش ليكي حاجه وهي تروح جايه له من اتجاه، مش كده ولا ايه؟ الناس بتوع يشيح بوجهه عنها لان هو ما عندوش في الحكم من وجهه نظر ساعتها، فيشيح بوجهه عنها وهي تجيله من كل حته وتقول له يعني ان هي لو يعني تولت ابنائها هيجوعوا، ولو هو تولى ابنائه هيضيعوا، فهو يشيح بوجهه. فقالت لربنا ان انا جئت لاشتكي الى رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدش يعني، فاني اشكو اليك رسول الله. يا عشان تعرفوا ان الدين كبير قوي وسهل قوي قوي قوي، مش كده؟ يوم الحق سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي الى الله. خلي بالكم، خلي بالكم. ما تكملش كلام، ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي، ما تكملش كلام.